هو ايه اللي حصل لنيرة حوارات؟ يعني جالي كمية رسائل كتيرة على الخاص. يا كابتن طمنا على نيرة، ما بنشوفهاش بتطلع، كل القنوات عاملة لنا قلق، كل القنوات بتقول يعني اختفائها ليك عدة أسباب. طيب هي ظهرت قريب في على الانستجرام، لا احنا شفناها في مقطع شورتس، لا هي بخير. الناس يعني عايزة تطمن على طبعا بنت ام زياد رحمه الله عليها، وطبعا بعد عودته لابوهم من جديد الحياه والعلاقه اصبحت يا رب ان شاء الله تفضل على ما يرام. وده اللي احنا كنا بنناشد به من زمان جدا، من زمان جدا. يعني حابين بس نطمن حضراتكم ايه الاحداث وايه اللي بيحصل وايه اللي حصل، وايه حلوه ولا ايه الدنيا ولا فيه تعثر. بصوا يا جماعه، يمكن حضراتكم اكيد اللي عرف الخبر او عرف او اطمن من خلال مصادره، او من خلال القنوات اللي هم بيتابعوها، قنوات النقد اللي ممكن برضو تعرف توصل للحقيقة فين. ولكن انا بقول لحضراتكم يعني نيرة اللهم لك الحمد ولك الشكر، بخير وعلى ما يرام. وكمان الامور بالنسبة لهم زي الفل. المشاكل اللي دايما الناس بتحاول تثير جدل على اليوتيوب، تقول المشكله ما بين نهال، ما بين الاء، ما بين الحاجه، ما بين حسن، ما بين ما اعرفش مين. كل ده يا جماعه ملوش اساس من الصحه. هم العيله عشان بس الامور تكون واضحه قدامكم. انتوا عرفتهم على ايه؟ وقت لما بيحصل ما بينهم مشاكل بتلاقوا يلا ايه، هوب طخ بيكون قدامكم كل المشاكل دي. ولكن المشاكل المصطنعة اللي ممكن تكون معرفش متقالة من هنا أو من هناك، لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. ولكن طبعا احنا عارفين وحضراتكم عارفين إن احنا داخلين على موسم امتحانات. يعني ربنا يوفق كل أولادنا. خلاص نيرة خلاص يعني هي في مراحل برضو من سنية عايزة تكون حاجة حلوة كده في المستقبل، زي كل بنت وكل يعني ولد عنده طموح ان هو يكون حاجة في مجتمعه. وربنا يا رب يحقق لكل الناس يعني احلامها ويوفقهم يا رب. فمن خلال الفيديو ده حبيت اوضح لحضراتكم ان الدنيا تمام، مفيش داعي لأي قلق. شايفين العيلة بتنزل فيديوهات، الدنيا تمام والدنيا زي الفل. الناس بتقولك يعني محمد حورات لما أخد ريماس وطبعا شروق في رحلة دهب وشرم الشيخ، ليه ما خدش نيار؟ زي ما قلنا لحضراتكم يا جماعة، فترة امتحانات ومذاكرة وتفاصيل زي كده. وكمان الناس أجزمت إن يحيى حصل معاه مشاكل في الكلية بتاعته أو في الطب. كل ده يا جماعة هنتكلم في فيديو منفصل، ولكن دي خرافات، خرافات. يعني الراجل يعني كان فترة من الفترات كان في دراسة وتخرج وفتح عيادة وقصة زي كده، وما كانش عنده وقت. طبيعي الإنسان لما خلاص اتخرج فتح عيادة، ولكن ممكن يكون الشغل مثلا مش يعني خلاص الضغوطات خفت، فبالتالي الدنيا ممكن تهدى وممكن يطلع ويصور زي ما حضراتكم بتشوفوا. فالامور الناس اللي هي بعتت لي على الخاص انا ببعت لهم كل التحيات والتقدير، وربنا يحفظكم يا رب، وربنا يبارك فيكم على كلامكم المحترم اللي بتقولوه في حقنا، وان انتوا دايما في ظهرنا. واحنا حابين نطمنكم من خلال الفيديو عشان خاطر حبايبنا اللي بيتفرجوا علينا. بحبكم في الله، بشكركم شكرا جزيلا. الامور زي الفل، مفيش مشاكل. لو في مشاكل هتلاقوها خبطه قدامكم كده على العلم. اه في نفسنا، ده طبيعي في كل مكان وفي كل بيت. محدش يقول لي يعني في كل بيت ده احنا كده ملايكه، شويه ملايكه كلنا كده قاعدين مع بعض في البيوت. لا، النفسنا وكل حاجه في كل بيت. فطبيعي هما زيهم زينا، فطبيعي ده بيبص لده وده بيبص لدي.
ده يعني في حته مش سالكه هنا ونفس القصه هناك، ففي لازم يحصل كده. ولكن الامور ان شاء الله تكون افضل وافضل في اللي جاي باذن الله. يلا اشوفكم على خير، وانتظرونا في فيديوهات قويه. حبيت بس ارد عليكم من خلال التعليقات اللي انتوا بعتوها لي في الفيديو ده. يلا سلام عليكم.